عسلامة عسلامة، شحوالكم عاملين؟ إن شاء الله تكونوا لاباس وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة يا ربي. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وباش نشارك معكم نهاري من الصباح. وبيان سور أول حاجة نبدأ بها هي قهوة الصباح. حبيت نوريكم الحاجة هذوما خديتهم البارح من ليتر ونعطيكم رأيي فيهم. خدينا ساعة ذاك السابلي ننصحكم بيه ساعة ذاك بنين بنين على اللخر تخش عليه سابلي متاع تونس هشوش على اللخر والريحة شيلو بنين مش نورمال وجديدة. بالنسبة للكيكة ذو مزوز هذه كيك بالبيستاش وفيها البوفريوة نوازيت بشوكولا نوار من الفوق. عجبتني بينا مش خايبة، تلقاها كلها من داخل تريفات نوازيت وبيستاش. وبالنسبة للكيكة الأخرى الحق هي عجبتني على الآخر على خاطر الترية مش نورمال وكل جوز الهند ياسر ياسر مبننها على الآخر ياسر مبننها. والزوز تلقى فيهم من داخل كريم بيستاش. ودوما خديناهم من ليدل عاملين فيهم برومو كل جمعة ليدل تجيب حاجات هكايا حلوة. جبت زيتا مرة فاتت مكرون عاملة باكو كبير مكرون حاطيلو فيه يطولي 36 كعبة. أما الكعبة متاعو صغيرة شوية على العادة أما والله رخيص مش نورمال ب10 €. الحاجة اللي عجبتني فيه اللي هو مش حلو مش الكعبة الحلوة برشا صدقوني 36 كعبة فيه. هو في العادة يجي يبدأ فيه 12 كعبة تلقاه في البرومو ب4 ب5 تبدأ فيه معناتها 10 كعبات 12 كعبة. إذا جيبتو باكو كبير مش نورمال مكرون فيه 36 كعبة بنين بنين على الآخر ب10 €. انتوما اللي تحبوا المكرون عم نطلع على ليدر. حبيت نشارككم تبعتي اليوم باش نعطيكم رأيي في الكسكسي. كيما قلت لكم الكسكسي هذا خديته هو كسكسي مغربي وشكرهولي برشا الحق اللي شريت من عنده قلت خليني نطيبه نعطيكم رأيي فيه. في العادة كيبدا ما عنديش كسكسي متاع تونس ناخذ كسكسي متاع الأتراك زيدا والله بين يجي وخفيف ويجي فيزا فيزا معناتها تفيرة واحدة الحق. المرة هذي حبيت نجربه وإن شاء الله يطلع بنين. خديت عندي طرف اللحم على الوش جبته. أنا الحق عندي أساس نعملها كيبدا اللحم على الوش ولا لحم بقري الحق نحبو يجيني طري على الآخر وكان باش نطيبو في الطنجرة ديريكت ولا في المقبول الحق باش يبطأ ومش يجيني كطري على الآخر. نوليش نعمل ناخذ الكوكوط عندي هنا كوكوط محلاها صغيرة نطيب فيها اللحم ومن بعد نقلو في المقفول باش يجيني كيكة طرية هبل. خديت يعني بصلتين باهين ومعهم 4 سنون ثوم وحطيت زيت زيتونة. حطيت اللحم يتقلى شوية ومن بعد نسكر عليه نمرقو شوية ونسكر عليه الكوكوط مع مغرفة ملح خليه يتقلى شوية كيما قلت لكم جوست بصل ثوم مغرفة ملح يتقلى شوية نمرقو بالماء ونخليه يطيب نص تطيبة ماشي بيان سور يطيب على الآخر كسكسي بالعلوش يجي بنين على الآخر. أما كقوي معناتها لازم مش واحد ديما يطيبو بالعلوش حتى بالدجاج ياسر ياسر يجي بنين ويعجبني على الآخر. أنا احنا في الدار نحبو الكسكسي ولادي وراجلي الأكثر يحبو المغرفة كما قلت لكم الكسكسي المقرونة الروز معناتها يحبو المغرفة أكثر من بالخبز. هكا يعني بعد ما عملتو نص تطيبة حطيتو في المقفول وفوحت عادي وحطينا هنا الكسكسي باش نعمل الكيلو الكلو. كيما قلت لكم احنا نحبو الكسكسي معناتها حتى كان قاعدين نعاودو نفورو يرجع بنين هبل تخش عليه تب الوقت. هكا هو هذه هي الكسكسي. انا كيما قلت لكم التفويرة الاولى نجيب نحط فيها شوية ماء دافي وزيت زيت زيتونة نخلطو بيه نحطو يفور شوية والتفويرة الثانية بالمرقة متاعو راني نفورو. وحطيت هنا أكد باش ما عنديش ياسر الحق قدرة عندي كان بطاطا وسفناريا حطيتهم سانسا نزيد قرع ما عنديش بس حطيت بطاطا وسفناريا. عملت الفورة الثانية شوفوني أنا كي نخلط نمرق ساعة من فوق شوية نخليه يشرب وبعد كده نخلط فيه. هذا هو الكسكسي طاب
بالحق جاني بنين على اللخر، عجبني مش نورمال خاطرو خفيف وأنا نحب الكسكسي الخفيف، pourtant خديتو متوسط راهو معناتها مش هاكا جويد، pourtant خديتو متوسط وبالحق جا بنين يهبل عجبني نوع على اللخر، معناتها كان إن شاء الله وتات غطا أخرى لهامبورغ، تو ناخذ منو كونتيتي، حبيت نجربو أنا محبيتش نشري برشا، وكهو هذا هو فطوري. صحة وبالشفا لينا وانتوما زادا موتكم ونجاحيكم وصحة فطوركم بيان سور كملت معاها هكا سلايدة الخضرا ياسر تجي سلطة التو مع الكسكسي بنينة. هذا هو فطوري بنة على بنة. الكسكسي هذاكا كان لقيتو منه بالحق راهو طيارة كسكسي مغربي تعديلي صباح محلاه صباح يحمل أما الله غالب. من بعد جيت نقضي في الكوجينة أكل كوجينة مبلولة ما نحكيلكمش حصيلو أزلقت طحت على ساقي طيحة خايبة مش نورمال ساقي اليمين تثنيت طحت عليها. عسلامة شنحوالكم شعاملين إن شاء الله تكونوا لاباس وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة يا ربي. أنا هي منيش لاباس هاني توا صدقوني طحت في كوجينة مبلولة وشليكي تزلق على الآخر عسيلو طحت ساقت البيت ما نحكيكمش على وجيها تقتل راني نعيط أول مرة نعيط في حياتي هكاكا وجيها مش نورمال وجيها قوية على الآخر حسيلو جاب ربي تار ما يخدمش أنا توا جينا لليورجونس راني قيدت وقاعدة نستنى الحمد لله اليورجونس مش معبية ياسر واني باش نشوف نصورش تكسيرة خاطر نجم نحركها اما نصورتهاش عايرة هي وجهها قوية على الاخر حسيت تنفخت منفوخة مجمش نحركها ما نحكي لكم مش حاسيلو على وجهها اللي نحس فيها توجع مش نورمال عملوا لي لاني تصويرة الحمد لله بالحق اليورجونس فارغة وما تعطلتش جملة نستنى في طبيبة شنو باش تقولي والحمد لله يا ربي طلعت لاباس جوست تشعيرة ان شاء الله كل شيء باللطف والحمد لله على كل شيء وان شاء الله لاباس هذه شنو نجم نقولكم. الحمد لله يا ربي هاني توا كملنا صوروا لي الحمد لله ساقي ولاباس ماهيش كسرة جوست تشعيرة صغيرة قالت لي حط عليها حاجة باردة معناتها ولا كان وجعتك معناتها تاخذ حراب شوكة هاو اما الحمد لله يا ربي لاباس توا ديجا انا خديت حرابش من اللي ديجا في الدار الوجيعة بدات تنقصلي الحمد لله جيت باللطف هكا هاو هذاك ربي شحب الحمد لله جيت باللطف الحمد لله. هذا اللي حب ربي واحد ديما نقول الحمد لله لازمني توا نستحفظ عليها ما نمشيش عليها البريود الأولانية قالت لي عندك وجيعة ناخذ جوست حراب نتاع الوجيعة نعمل أكل كلاسون ولا فماش بوماد زادا تنقص الوجيعة بوماد. الحمد لله يا ربي ونحمد ربي اللي هي جات سلاعة مازالت كي بدات سلاعة وإن شاء الله يا ربي واحد يستحفظ وفيسع نبرة ونقوم لاباس وإن شاء الله ربي ديما يبقى علينا الستر الناس الكل. نوصل بكم آخر فيديو نحب نقولكم في أمان الله وربي يعطيكم ما تتمنوا نحبكم برشا أسألوني كالعادة ونقوم لاباس وفي فيديوهات جديدة ادعيلي الناس الكل إن شاء الله ربي يشفيني وتوا نقولكم في أمان الله وبسلامة.